عزيزي المشاهد، لو اللعبة اللي انت حريف فيها ومدمنها اتحولت لواقع وخطفوك وحطوك في جزيرة بنفس قوانين لعبتك، يا ترى هتنجو ازاي؟ بتبدأ الأحداث بلعبة بتوم المشهورة بكونها لعبة ما فيهاش أسلحة إلا القنابل ورادار بيحدد مكان العدو. بيلعبها ريوتا مع فريقه وبيوصل للمركز العاشر عالميا، وبالرغم من انه مجرد عاطل عازب في الواقع إلا انه متجوز ومدمر الدنيا على المواقع. بيصحى ريوتا يلاقي نفسه في غابة متشعلق بالباراشوت ومفيش شبكة في موبايله وإيده فيها بلورة غريبة، ومش فاكر أي حاجة حصلت غير انه كان بيلعب بتوم وامه خلته يوقف اللعبه فنزل من البيت ووقفوه رجاله ببدل. وكل ما يحاول يفتكر اللي حصل بعدها راسه بتوجعه. بيخلص ريوتا اكله وبيفكر هيعمل ايه في اكل بكره وهو على الجزيره المهجوره دي، وبيفتح شنطه من الشنط اللي معاه يلاقي فيها اداه غريبه. بيدوس على الزرار فبتعد الثواني وبيحس ريوتا انه مش مطمن من اخره العد ده فبيرميها بعيد وبتنفجر. بيستغرب ريوتا هو ليه معاه قنابل وبيسيبها وبيستعد للمشي، بس بيلاقي واحد اسمه ايما جاوا جاي من بعيد فبينادي عليه عشان يساعده، لكن بيرد ايما جاوا عليه بقنبله. فبيتصدم ريوتا هو ليه مصر يقتله، وبيفكر ان اللي بيحصل ده شبه لعبه بتوم فبيجري من ايما جاو اللي بيكمل رمي قنابل عليه، بس بيهرب منه ريوتا وبيخاف يواجهه بقنابله لحسن هو يموت، بس بيتراجع وبيرميها على ايما جاو عشان حاسس بالخطر وبيفشل في اول 3 رميات. فبيضحك عليه ايما جاو، لكن بيتفاجئ ان ريوتا وراه ماسك قنبله وبيأمره يجاوب على اسئلته وهي هم ليه بيتعاركوا وايه اللي جابهم في المكان ده. بيضحك ايما جاو وبيقول له انت شكلك مش فاكر وده في صالحي، وبيرمي قنبله عليه فبتيجي فيه لكن مش بتموته، وبيقوم ريوتا يكمل هروب وبيفكر يستسلم، بس ايما جاو بيرمي عليه قنبله اخيره وما بيهتمش باستسلامه. بيلاحظ ريوتا ان البلوره اللي في ايده بتنور فبيستوعب انه رادار بيحدد له اماكن القريبين منه زي لعبه بتوم بالظبط، وان قنابل ايما جاو اسمها كراك وبتنفجر اول ما تلمس الشخص، لكن قنابله موقوته وبتنفجر بعد 10 ثواني. بيحاول ريوتا يتحرك من على الارض بس توتره وخوفه بيمنعوه لحد ما بيسمع ايما جاو بيقول له هرمي قنبله مكانك واتخلص منك. فبيجري ريوتا وبينط في البحر بعد ما حط قنابل تحت ايما جاو اللي ما خدش باله منها غير وهي بتنفجر، وبتقطع اجزائه في البحر. وبيترعب ريوتا من منظره وبتقلب بطنه. بيطلع يجيب كل اللي في معدته وهو بيترعش من فكره انه قتل انسان لاول مره في حياته، وبيبرر لنفسه انه كان دفاع عن النفس، وبيلاحظ قنابل اللي قتله فبيفكر ياخدها لان اللي بيحصل شبه لعبه بتوم. بيحلم ريوتا بالماضي لما كان في اوضته بيلعب ودخلت امه عليه تهزقه انه مش لاقي له شغلانه، وانه حلمه في انه يشتغل في شركه العاب ده هيفضل حلم عشان مفيش شركه بتقبل بيه. بيتعصب ريوتا من كلامها وبكل عقوق والدين بيرمي الدراع وبيقول لها الكلام ده ملوش داعي. بيفوق من الحلم وبيستوعب انه لسه محبوس في الجزيره ومش لاقي اكل من امبارح، بس بيلاحظ بنت قدامه بتشرب ميه فبيقرب منها لكن وشها بيقلب وبتترعب اول ما بتشوفه. بتطلع البنت دي اسمها هيموكو وكانت بتلعب بتوم واتجوزت ريوتا فيها، بس ما يعرفوش شكل بعض الحقيقي. وفي يوم من الايام بتوريها صاحبتها ميهو ورقه مكتوب فيها لو عايزين يتخلصوا من شخص حواليهم يكتبوا اسمه وهياخدوا 100,000 ين. بتفوق هيموكو على 3 رجاله متجمعين حواليها كوندو وماساشي وايكتشي اللي بيطمنوها وبيطلبوا منها تنضم ليهم، وبتحصل خناقه بين ماساشي وكوندو وبتوصل لانهم هيبداوا عركه بالقنابل. فبيمسك ماساشي هيموكو كرهينه وبيهدد كوندو، بس بيكهربوا هيموكو بالصاعق. بيوقف ايكيتشي خناقتهم وبيوصلوا لحل سلمي انهم يخلوا قنابلهم مع هيموكو وتكون هي القائده. بيلاقوا طياره رمت شنطه فبيروحوا كلهم الا كوندو، الا اول ما بيلاقيهم بيطفحوا بيقول لهم بطلوا شغل قوم ياجوج وماجوج ده، احنا لازم نقلل الاكل شويه. فبيقتلوا ماساتشي عشان اكل دماغهم بلازم ومش لازم ولازم يعمل بنصيحته ويقلل الاكل. بيصحى ايكيتشي هيميكو عشان يهربوا من ماساتشي، بس بيعرفوا من البرلوره انه جاي وراهم وبيقفش ايكيتشي قبل ما يعدي الجسر، لكن بيرمي عليه قنبله مسمومه وبياخد هيموكو من ايديها وبيجروا. بتقول له لو سمحت يا سيدي ممكن تسيب ايدي، لكن بيفضل ماسكها. بتضربه في وشه عشان فكرها بيوشيكو المشهور بفرقته، اما عرفت صحابها عليهم فراحوا له البيت وهي لحقتهم بعدها، واتصدمت ان الفرقه اعتدت على اصحابها ويوشيكو بيستعد للاعتداء عليها هي نفسها فبتضربه، ومن الرعب بتتخلى عن صحابها وتهرب بنفسها. بعدها انتشرت الحادثه وقبضوا على الفرقه، وميهو قبل ما تمشي من المدينه عبرت لها عن مدى كرهها وبغضها ليها وانها نفسها تشوفها بتختفي من حياتها. بينزف ايكيتشي من الضربه وبيقول لها هو عشان انا تخين وريحتي تقرف هتعايريني عشان ما استحمتش من سنين، وبيقرب عليها فبتكهربه بالصاعق وبتهرب وهي بتفكر هي دي جازتها انها اتخلت عن صحابها. فقرروا يكتبوا اسمها ويعاقبوها. يا ترى ده بجد؟ وفجاه بتلاقي ميه نازله، بتبص تلاقي التخين بوشه المرعب بيريل عليها فبتتخض وبيقفشها ايكيتشي، وبكل ما فيه من انحطاط بيستعد عشان يغتصبها. فبتشغل هيميكو العد التنازلي للقنبله، بيجري ايكيتشي بعيد وهو مرعوب فبتقول له احي لا مش هموت لوحدي يا ابن الايه، وبترمي القنبله وتفنش عليه. بتجري هيميكو من ريوتا اللي بيكون عايز يوقفها عشان يسالها جابت اكل منين، بس ما بتسيبلوش فرصه وبتهرب. بيستخدم ريوتا الرادار وبيقرب من مكانها اللي ظهر له، بس بيتفاجئ بالطايره اللي ما بيلاقيش السلام والراحه وهو بيعملها في بيت الراحه. بيخليه ريوتا يشرح له كل حاجه، فبيقول له ان رجاله ببدل جم خدوه وركبوه طياره فيها من 20 ل 30 شخص، وظهر لهم على الشاشه راجل اسمه تاكانو هاتشي بيتكلم بعبثيه وبيقول لهم انهم رايحين لجزيره مهجوره في المحيط الهادي ما فيهاش لا اكل ولا شرب، ولو عايزين يخرجوا منها لازم يفوزوا، وده هيحصل لما يقتلوا
بيقتلوا بعض بقنابل بيم اللي منها انواع مختلفه، واما يقتلوا حد البلوره اللي في ايده هتقع، ومطلوب منهم ان هم يجمعوا 7 بلورات زائد بلورتهم. ال8 بلورات دول هيساعدوهم ان هم يخرجوا من الجزيره. الناس كانت خايفه تعترض عشان ما يتكهربوش بالصاعق، لكن انت الوحيد اللي اعترضت ووقفت في وشهم زي البغل الشجاع او العنيد، مش قادر احدد، بس المهم انهم كهربوك بالصاعق في راسك واجبرونا نلبس الباراشوت وننط. بيحاول ريوتا يستوعب الكلام وليه قوانين اللعبه زي لعبه باتوم. هل شركه تيرانوس اللي عملت باتوم ليها علاقه؟ بيقطع تيرا حبل افكاره وبيساله لو ينفع يتحدوا. بيرد ريوتا موافق، بس وريني عدد القنابل اللي معاك ونوعها الاول. بيرفض تيرا مع انه فضولي يشوف اللي مع ريوتا، لكن بيقول له الافضل ما نوريش لبعض عشان نثق في بعض. بيعجب ريوتا بحذره وبيوافق ينضم ليه. بيلاحظوا الطياره اللي بترمي شنط الاكل، فبيجري ريوتا ناحيه شنطه بس بتسبقه واحده وبيشوفها وهي بتتفجر وبتموت قدامه لان واحد كان حاطط لها فخ عشان ياخد الاكل. بيكتئب ريوتا وبيقول لتايرا الافضل يستسلموا عن فكره الاكل بدل ما تضيع ارواحهم على الفاضي. فبيعترض تايرا وبيقول له في باتوم لازم نملى البطون. وبيروحوا عند الشنطه الاخيره وبيستخدموا الرادار بس ما بيظهرش حد، لكن بيلاقوا عيل صغير قدامه جثه واحد مقتول. بيكون العيل اسمه كيرا، وبالرغم من انه عمره 14 سنه الا انه هرب من بيته بسبب معامله ابوه القاسيه اللي نتج عنها بدايته بعالم السرقه وصولا لقتل ستات واغتصابهم بعد موتهم. بيتناقش المحققين ان مفيش قدامهم حاجه يعملوها لانه يعتبر قاصر والقانون بيحميه، واكيد محامي ناتسومي هيستغل النقطه دي. بيشوف كيرا شنطه الاكل فبيروح هو وناتسومي وابوه اللي بيضرب كيرا وبيعنفه عشان يستخدم قنبلته وينزل لهم الاكل، فبيضطر يعمل بكلامه وبيختفي جزء من الشجره فبتقع وبياخد ابوه شنطه الاكل وبيقول لهم اللي جعان يجي ورايا. بيعترض ناتسومي فبيقول له هنا مفيش بوليس ولا قانون وانت مجرد محامي طمعان في اكل الفلفل الحامي. بيشتم كيرا ابوه على دناءته فبيسمعه وبيقرر يحرمه من كلمه بابا، فبيصرخ كيرا من الوجع وبيفتكر العنف الاثري اللي كان بيتعرض له بسببه، وفي لحظه بيلزق قنبله في جسم ابوه اللي بيتخض وبيحاول يقلع التيشيرت ويلحق نفسه بس راسه بتختفي وبيموت. بيحس كيرا بسعادة وانشكاح انه قتل سبب معاناته وبيقول لناتسومي انت اكيد هتحميني زي كل مرة صح؟ بيترعب ناتسومي وبيقول له انت مختل ابن مختل، انا معرفش ايه اللي رماني على عيلتكم اللي بتورث جين الجنون دي، وبيجري وبيسيبه. وساعتها بيجي ريوتا وتايرا وبيستغربوا الرادار ما بينش كيرا ليه، فبيستوعبوا انه بيبين اللي بيتحركوا بس. بيحاولوا انهم يتفاهموا مع كيرا بس بيلاقوا ان مفيش اي فايدة وانه عايز يقتلهم، فبيهربوا وبيقع تايرا ورجله بتتلوي. بيقول له ريوتا لو فاكرني هضحي بحياتي عشان حتة عجوز زيك لسه عارفه من رباعية، فاحب اقول لك ان تفكيرك للاسف صح، اقعد مكانك وانا هشتته. بيلاقي ريوتا مكان كيرا في الرادار وبيهرب منه في الاول، لكن بيقرر يندفع ناحيته وبيتفادى القنبله اللي رماها كيرا عليه. وبيفهموا هما الاثنين ان اللي قدامه لاعب بتوم محترف، وبيكملوا جري ورا بعض لحد ما بيفجر ريوتا قنبله دسها قريب من كيرا اللي بيتعصب من هجومه التعبان وبيقول له اتعلم يا مان من هجوم الجمدان، وبيرمي قنبلته اللي بتلزق في شنطه ريوتا فبيرميها بسرعه وبيلاقيها اختفت. بيقول له كيرا انت شكلك من اللاعبين المحترفين في بتوم بس في الواقع من العاطلين اللي ما بيستحموش وريحتهم توم، جرب تعامل الواقع معامله اللعبه، ما تبقاش محترف في المواقع وفاشل في الواقع. بيعرف كيرا مكانه وبيرمي قنبله ناحيته، بيتفاداها ريوتا بس بيتخبط بوشه في صخره وبيقوم يرمي قنبله على كيرا عشان يسكته، وبيختلط عليه الواقع بالخيال وبيفتكر نفسه في لعبه بجد. بيجي كيرا يرمي عليه قنبلته وبيصدها ريوتا بشنطته ويرميها بعيد فبتختفي، وبيرمي قنبلته من ورا كيرا بس ما بيموتش وبيتحدف بعيد من قوه الانفجار. بيستغرب كيرا ليه كل مره بيستخدم الرادار مش بيلاقي مكان ريوتا وهو بيتحرك مش بيقف، وبتكون حرفانه ريوتا طلعت، وبيستخدم الرادار بتاعه في نفس وقت رادار كيرا عشان يلغيه، وبيرمي ريوتا عليه قنبله على غفله. واول ما بيشوف منظر كيرا وهو متصاب بس ما ماتش بتوجعه راسه وبيرجع للواقع وبيدرك انه كان على وشك انه يقتل شخص تاني، وبيربط كيرا في الشجره وبياخد اكله بس بيسيب له شوكولاته يمشي بيها حاله. بيساله كيرا باعجاب اسمك ايه؟ بيرد ريوتا فبيعرف انه اشهر وافضل لاعب بتوم في اليابان. من ناحيه تانية بيوصل تايرا لمكان ابو كيرا وياخد بلورته. بيرجع ريوتا بالاكل لتايرا اللي من شده التاثر بيعيط وبيقول له انا متشكر جدا وممنون انك قدمت لي ايد العون. كلامه بيلمس ريوتا من جوه لانه عمره ما تخيل في حياته ان وجوده هيبقى مفيد، وبيفكر هو مين اللي جابهم هنا في الجزيره. بيرجع ابو ريوتا البيت يلاقي مراته في الحمام بتحاول تنتحر، فبيحاول ينقذها لكن بيسمعها بتعترف له انها فاشله لانها كتبت اسم ريوتا في الورقه عشان تتخلص من وجوده اللي ملوش فايده، ومش بيقدر انك بتتعب وخسرت شغلك وبيعايرك بكونك مش ابوه الحقيقي. بنرجع لريوتا وتايرا اللي بيلاقوا جثه ايكيتشي بتطفو. بياخد تايرا بلوره ايكيتشي على ما ريوتا يشوف اللاعب اللي قتله، لكن بيتصدم بجثه كوندو المتعفنه وبيمسك نفسه بالعافيه انه ما يجيبش اللي في بطنه لان الاكل مهم، وبيستخدم الرادار فبيظهر
له مكان هيميكو اللي بترمي القنبله في حته بعيد، فبيقول هي المعتوهه دي بتصرف في قنابلها وبترميهم غلط ليه؟ بس بيكتشف ان قنابلها مسمومه وبيهرب بسرعه قبل ما يلمسوا الغاز المسموم، وبيلاقي هيميكو في وشه شايل له قنابل كتير، فبيستغرب من مدى وحشيتها وعنفها، وبيقول لها وقفي بس القنبله، لا قدر الله ممكن تقتليني بيها، وافتحي ودانك واسمعيني. بتوقف القنبله، واول ما بيقرب ريوتا منها بتشغلها تاني وترميها، فبيقول لها غفلتيني بس ما عرفتيش تجيبيني، وبيندفع ناحيتها بيلاقيها بتهاجمه بصاعق، فبيتفاداها وبيسالها انت اجنبيه؟ دو يو اندرستاند مي؟ بترد انا يابانيه ومش بثق في صنفك القذر، فممكن تعتبرني فيمينست، وبتهجم عليه تكهربه، بس بيزق ايديها برجله، فبيجي الصاعق في الشنطه وبيكهربها فبتقع. بياخد منها ريوتا كل قنابلها وشنطها، وبيحارب غرائزه الحيوانيه لانه ربط الاحداث وفهم ايكيتشي كان ميت من غير بنطلون ليه. بتصحى هيميكو تتفاجئ بريوتا شايلها، فبتدوس على القنبله وهي بتقول له اموت شهيده بدل ما تغتصبني بعد ما تضربني بالحديده. واول ما بيوصل العد التنازلي لثانيه بيوقف ريوتا القنبله، وبتعيط هيميكو بحرقه. بياخدها معاهم في التيم وبيطمنها تايرا بما تخافيش هنخرج من هنا ونطير زي الخفافيش. بترد هيميكو ان حتى لو خرجنا مفيش ضمان ان حد مستنينا او عايزنا، لان معنى اننا هنا هو ان حد كتب اسامينا عشان بيتمنى اننا نختفي. بيقول لها تايرا مستحيل، لان علاقتي باهلي واصحابي كويسه. بتقول له مش لازم اهلك او صحابك، ممكن يكون حد تعرفه ويعرفك بس بيكرهك. بيفتكر تايرا الزبون اللي اتخانق معاه. بيعترض ريوتا وبيسالها ازاي عرفتي الكلام ده؟ فين مصادرك؟ بتقول له انا المصدر، لان اصحابي او اللي كانوا اصحابي قالوها لي في وشي. بيفكر ريوتا وبيتصدم من استيعابه ان امه اكيد كتبت اسمه وبتتمنى انه يختفي. بيقطع تفكيره صوت جاي من الغابه، وبيكتشفوا ان في سحالي كبيره محوطاهم. بيدي ريوتا هيميكو لتايرا وبيجري على القنابل يرميها على السحالي، بس ما بتتفجرش، فبيستوعب ان القنابل مش هتشتغل لو صاحبها الاصلي ما ماتش. وفي وسط ما هو بيدور على قنبلته بتعض سحليه منهم رجل تايرا، وبيبعدهم ريوتا عنهم بقنبلته بعد ما لقاها، وبيروح ينقذه. بيتمشوا وبيكافح تايرا برجله المصابه، وبيسال ريوتا ليه ما سبتناش وخلعت بنفسك بدل ما انت متعذب مع راجل عجوز مصاب، وبت كل ما حد ينفخ جنبها بيغمى عليها كعقاب، ما حدش كان هيلومك لو مشيت وسبتنا. بيسالوا ريوتا هو ليه مصمم يقول الكلام ده؟ بيرد معرفش، يمكن عشان خفت اول مره سبتني فيها وكنت مرعوب انك تتخلى عني، وكمان كلام هيميكو عن الورقه خلاني استوعب اني بالرغم من لطفي وحبي لعيلتي واهلي الا اني كنت شطان بجداره في شغلي وبستغل ثغرات القانون، فمش هستغرب اني مكروه. بيطمنوا ريوتا انه مش هيغدر بيه، بس في المقابل بيتغدر بريوتا، وبيسيبوا تايرا مع اول هجوم من السحالي. بيدور ريوتا عليه بالرادار بس ما بيلاقيهوش، وبيستوعب انه اتغدر بيه وساب له هيميكو واخد منه كل القنابل والاكل. بتقرب سحليه من ريوتا وبيلعن في تايرا، بس بيلاقي قنبله بتطير جت تتخلص من السحليه، وبيكون تايرا هو اللي رماها. بيعتذر له ريوتا وهو بيعيط انه شك فيه، فبيقبل تايرا اعتذاره وبيقول له ان كلنا بنتوقع اسوأ الاحتمالات في نفس الحالات، وانا قررت اثق فيك بعد ما خاطرت بحياتك عشاني، وعلى اساس كده وريتك نوع القنابل اللي معايا. بيوصلوا لمبنى وبيقرروا يطلعوا السلم وهم شايلين هيميكو، بس السلم المصدي بيتكسر وبيقعوا. بيقول له تايرا اطلع انت وهيميكو على ما شتت انتباههم بالقنابل. بيحاول يعترض ريوتا عشان قنابل تايرا بالرغم من انها بتحدد الهدف وبتدمره، بس قوتها مش قد كده. بيحاول يفوق هيميكو وبيزعق لها جاتك داهيه تاخدك، قومي يا جزمه بدل ما انت مالكيش لازمه. وبتيجي فكره في دماغه فبيسيبها وبيطلع على السلم وبيرمي قنبله مسمومه ناحيه السحالي. بيسالوا تايرا مش قلت ما ينفعش نشغل قنابل لاعب ما ماتش؟ بيرد ما هي دي قنابل هيميكو وشغلتها بصباعها. بتفوق هيميكو بعد الهنا بسنه، وبيطلعوا المبنى وبيتألم تايرا وحرارته بتعلى، فبيجيب ريوتا ميه ويحاول يخفف عنه، بس بيتوجع تايرا اكتر. وبيزعق ريوتا لهيميكو عشان تثبته، فبتترعب وبتقول له الرجاله قذرين. بيتغابى ريوتا عليها وبيقول لها عارف ان جاتلك تروما، بس انجزي بدل ما اضربك بالشومه. فبتثبت تايرا وبيعالجوه. بيسال ريوتا هيميكو ازاي جبت كل القنابل دي وبتستخدميها في حين ان ما ينفعش تستخدمي قنابل حد ما ماتش؟ هل قتلتيهم؟ بتعيط وهي بترد ان ما كانش قدامها حل غير ده عشان تدافع عن نفسها. بيقول لها ريوتا مش هثق في قاتله، لان في لحظه ممكن تغدري بينا وتطعنينا. بيحسوا باشاره رادار وبيكتشف العدو مكان هيميكو عشان اتحركت، فبتستعد تمشي لان لو فضلت هيعرفوا مكانهم. بيوقفها ريوتا وهو بيقول لها اترزعي هنا عشان هنكمل كلامنا بعد ما اروح لمكان العدو. بيدور ريوتا عليه بالرادار وبيظهر ماساتشي فجاه وراه وهو بيحاول يقتله بالسكينه. بيهرب ريوتا منه وهو مستغرب ازاي معاه سكينه وبيحاول يكسب ماساتشي لصفه، بس بيلاحظ ناتسومي اللي بيرمي قنبله بتتفجر من وراه، وبيمسكوا هما الاثنين بريوتا اللي بيستغل تشتت انتباه ناتسومي وبيكهربه بالصاعق وبيهرب. بيشتكي ناتسومي لماساتشي اللي بينفخ دخان سيجارته بعمق وبيقول له سيبه يجري زي الحمق.
بيرجع لهم ريوتا بعد ما اتسرقت قنابله، فبتخاف هيموكو وبتقرر تمشي، لكن بيظهر ماساتشي فجأة وهو بيقول لها اول ما شفت الصاعق عرفت انك معاهم يا عائق، رجعي شنطي وبلورة اكيتشي اللي قتلتيه. بيدافع ريوتا عنها وهو بياخده بالكلام انه اشتغل في تيرانوس كمبرمج، واحتمال كبير هم اللي جايبينهم يلعبوا هنا، وده معناه ان في ثغرة نقدر نهرب منها واحنا عايشين. بيحاول تيرا يهجم على ماساتشي اللي بيشوفه وبيعوره، بيهجم ريوتا عليه بس بيوقعه ماساتشي وبيبص لهيموكو وبيقول لها ان الاوان يا حنان. بيقع ريوتا على شجرة وهو بيسترجع ذكريات جوازه من هيموكو في اللعبة. بيفوق وبيرجع عند تايرا اللي بينزف، فبيقول له لازم نوقف نزيفك، وبيلاحظ موبايل هيموكو فبيفتحه وبيلاقي الخلفية صورتها بكوسبلاي شبه هيموكو اللي في بتوم، لا وكمان اسمها هيموكو زي اسمها في بتوم. بيشك انها مراته الافتراضية اللي اتجوزها، فبيقول لتايرا نزيف ايدك هيفيدك، واعذرني اضطر اسيبك واروح انقذ مراتي اللي هتشيلك حفيدك. عند هيموكو المربوطة بيقرب منها ماساتشي فبتقول له اقتلني وانا مصانة مش متهانة. بيرد عليها عشان انا راجل محترم مش زي الجرابيع اللي شفتيهم، فهعذبك بالطرق المحترمة الراقية. ونبدأ بأول طريقة وهي تقشير جلدك زي البرتقانة المصانة. بيحسوا بإشارة رادار وبترد هيموكو بإشارتين من رادارها. بيخرجوا وبيجهزوا للمعركة، وبيسمع ماساتشي صوت تفجير فبيفتكر ان ناتسومي اتهزم وبينط بالسكينة يخلص على اللي جاي، بس بيتفاجئ بناتسومي بيقول له انا شفته وهاجمته بس اختفى ما بقاش منه حاجة، تفتكر القنبلة نسفته؟ بيرد لا يا غبي يبقى لسه عايش دور عليه. بيدخل ريوتا وبيفتح باب أوضة وبيتفاجئ بقنبلة بتقع بس بيلحقها في ايده وبيوقف تفجيرها، وبكده بقت القنبلة ملكه يقدر يستخدمها. بيلاقي هيموكو فبينقذها وبيقول لها انا عرفت اسمك من موبايلك واسمي هو ريوتا، عارفاني؟ بتقول له هيموكو ده مش اسمي الحقيقي، اما انت فاعرفك كاسم بس ما لعبتش معاك. بيشك ريوتا انه اتلخبط وشكلها مش هيموكو اللي يعرفها. بيعرف ماساتشي بالرادار ان ريوتا انقذ هيموكو، فبيقول لناتسومي روح الحقهم من ناحية وانا من التانية. بيجري ناتسومي وبيهاجمهم وهو مطمن ان ريوتا معهوش قنابل، بس بيتفاجئ بقنبلة بتترمي عليه. بيفاجئ ماساتشي ريوتا بانه قفش هيموكو وبيرمي سكينته وهو بيقول له اطلع عاركني راجل راجل، انت على الاقل معاك بلورتين وهيموكو معاها واحده عشان قتلت اكيتشي. بتحلف له هيموكو انها ما خدتش بلورات. بيغير ماساتشي ريوتا بين انه يقتل هيموكو ويدور عليه على الهادي وبكده هياخد ال8 بلورات، وبين ان ريوتا يخرج ويهزمه وياخد البلورات اللي معاه. بيجري ريوتا فجاه ناحيه السكينه فبيضربه ماساتشي وهو بيقول له طبيعي الناس هتجري عليها اول حاجه، وبيكتفه من دراعه وبيوشك يكسره، لكن بتنط هيموكو على ماساتشي اللي بيطيرها بقوه الحبشي وبيمسك السكينه عشان يقتلها، بس بيلاحظ القنبله اللي حطتها هيموكو على جسمه وبيهرب ريوتا معاها وهو شايف ماساتشي بيحاول يشيل القنبله اللي ملحقش وانفجرت. بيلاقي ريوتا فاتحه في المكان فبينط وبيطلع منها وبيمسك ايد هيموكو يطلعها، لكن بيمسك ماساتشي رجليها وهو بيدوب من سم القنبله وبيرفض يسيبها غير لما يلاقي قنبله بمؤقت اتحدفت عليه، فبينزل يوقف المؤقت وهو فاكر ان لسه قدامه 10 ثواني، لكن بيلاقيهم 3 لانه كان طلب من ناتسومي يجهز قنابله على 3 ثواني. بتنفجر القنبله وبيحضن ريوتا هيموكو من شده الانفجار، وبيتابعهم تاكانوهاتشي صاحب اللعبه وهو بيسال المشاهدين المهمين عن رايهم في اللي شايفينه. بتفتكر هيموكو ذكرياتها وان ريوتا ظهر لها في وقت هي كانت بائسه فيه وبتتعرض للتنمر في الفصل بسبب اللي عملته، وبيقطع حبل افكارها ريوتا وهو ماسك البلورات اللي جمعها وبيعيط على انه اتخلى عن مبادئه بكل سهوله وقتل تاني. بيوري تاكانوهاتشي الرئيس التنفيذي لشركه تيرانوس ان في اول اللعبه المشاركين اتجمعوا عشان يساعدوا بعض، لكن اول ما بتسوء الاحوال بيخونوا بعض زي كوناتشيتا اللي غدرت بكاكي موتو ورمته للسحالي تاكله وفجرتهم مع بعض عشان تاخد بلوراته. بيعجب الرئيس باللي شايفه وبيقول له هنحولهم لمجسمات ثلاثيه الابعاد احسن، بس هنسيب اصواتهم الحقيقيه، وبيؤمر تاكانوهاتشي يستمر في نفس العبثيه. بيستخبى ريوتا مع هيميكو في مبنى وبيقول لها هنبقى نروح لتايرا اما الشمس تطلع، وبيغيروا هدومهم وبياكلوا وبيستعدوا عشان يناموا. فبتصر هيموكو ان ريوتا ينام جنبها لانها خايفه. بيرقدوا وبيشكرها ريوتا انها انقذته، فبترد انا اللي المفروض اشكرك انك جيت تنقذني من غير قنابل، ليه خاطرت بحياتك عشاني؟ بيرد كنت فاكرك هيموكو اللي اعرفها في بتوم، وبما اني في الحقيقه شخص فاشل وعاطل، ولكن في بتوم مع اصحابي ومع هيموكو اللي اتقبلتني بحقيقتي حسيت اني لازم اتحرك وانقذها، بس طلعتي في الاخر مش هيموكو بتاعتي. بتعيط هيموكو في السر وهي بتسمعه وبتفكر في قد ايه كانت سعيده اما جه ينقذها بعد ما فقدت الامل، وانها اتبسطت انه طلع ريوتا اللي بتحبه مع انها حلفت مش هتفتح قلبها لاي راجل تاني. بتحلم هيموكو بجوازهم في اللعبه وفجاه بتفوق على وش شبح بيتامل فيها بالكشاف، فبتصوت وبيقوم ريوتا يدور على اللي شافته، بس الرادار ما بيلقطش اي حد. بيلاحظ نور في مبنى قريب فبيسيب هيموكو وبيروح للمبنى وبيلاقي اثار شخص عايش هناك، وفجأة بتهاجمه الست فبيضربها ريوتا برجله وبتفقد الوعي. بيبص على ايديها بيلاقيها مقطوعة فبيفهم ليه الرادار ما لقطهاش، وبيتسائل لو هي لاعبة يا ترى قعدت قد ايه في الجزيرة. وبيروح يجيب هيموكو، بتصحى الست وبتصرخ ابعد عني يا راجل يا دنيء، فبتخرج هيموكو ريوتا وبتقول له سيبها لي هتعامل معاها بحالي. بتنصحها الست انها ما تثقش في اي رجالة مهما انقذوها وخاطروا بحياتهم عشانها لانهم في الاخر هيتخلوا عنها،
وبتقول لها انا محبوسه في الجزيره بقالي 6 شهور واسمي شيكي، وكنت بشتغل ممرضه مع الدكتور داتي اللي بكني ليه احترام كبير، حتى بعد ما حصلت حادثه في المستشفى كان هو سببها، كنت بدافع عنه لدرجه اني زورت التقارير الطبيه، ومع ذلك داتي بلغ اني السبب في الحادثه وتخلوا عني، وواجهت سخافه الاعلام والصحفيين لوحدي لحد ما وصلتني رساله لو عايزه شخص بكرهه يختفي، بس في المقابل لقيت حد بيكرهني هو اللي كتب اسمي، واتقابلت مع داتي على الجزيره وقعد يقنعني انضم له ونجمع 16 بلوره وانه مش هيفرط فيا تاني، وبما اني مغفله فصدقته لحد ما جمع البلوره السادسه، ساعتها اتخلى عني وهاجمني بقنبلته اللي ما قتلتنيش، بس فصلت بلورتي اللي اخدها وبقوا 7 بلورات مع بلورته الثامنه. بتحكي هيموكو لريوتا كلام شيكي وبتقول له ان اول ما حد يجمع ال8 بلورات هتيجي طياره تاخده. بيسالها ريوتا ما ينفعش نهدد اللي في الطياره بالقنابل اللي معانا، يعني حد يجمع ال8 بلورات واول ما تيجي الطياره نستولي عليها وننقذ تايرا وتشيكي ونخرج من الجزيره كلنا. ضمير هيموكو بيأنبها انها ما قدرتش تقول له اللي قالته شيكي انهم هيظهروا على حقيقتهم اول ما يجمعوا البلوره السادسه، ولا حتى قدرت تعترف له انها هيموكو الحقيقيه. بتودعهم شيكي وبيستعدوا يروحوا لتايرا اللي بيكون الدكتور داتي عالجه بعد ما حد بيكرهه بعته للجزيره تاني. بيصحى تايرا وبيشكر داتي انه انقذه، بيرد داتي انا قمت بمهنتي كدكتور مش محتاج تشكرني، ومن جواه بيفكر ازاي يستغل تايرا بابشع الطرق، بس بيقطع حبل افكاره ووصول ريوتا وهيميكو للمكان وهما بيهددوا داتي انه يبعد عن تايرا. بيهديهم تايرا وبيقول لهم ده راجل كويس وانقذني من الموت. بيعتذر ريوتا لداتي وبيطلب منه يشوف قنابله فبيوريها له، وهو من جواه بيحمد ربنا انه ما قابلش حد في ال3 ايام اللي فاتوا يخليه يستخدمهم. بيتاكد ريوتا من عددهم وبيعرض عليه لو عايز ينضم لهم، واول ما يجمعوا ال8 بلورات هتيجي الطياره ويستولوا عليها ويهربوا كلهم. بيستهزأ داتي من جواه بخطتهم الغبيه، بس بيوافق بعد ما بيعرف ان معاهم 3 بلورات ولو قضى عليهم هم ال3 كده هيجمع 6 بلورات. بتنزل شنط الاكل فبيروحوا يلحقوا شنطه بالرغم من ان في 6 اشخاص حواليهم بيجروا وراها، لكن ما بيستسلمش ريوتا وبيقابل اودا اللي بيجري ورا نفس الشنطه وبيهاجموا بعض بالقنابل. بتصرخ هيموكو باسم ريوتا وبتلاحظها كينو تشيتا اللي بتصرخ باسم اودا، فبتروح تتعارك معاها، واول ما بتقع هيموكو بترمي كينو تشيتا قنبله موقوته عليها وبتتفجر، بس بتتفاجئ ان هيموكو عايشه وحاولت تكهربها بالصاعق وبتهددها بمعايا قنابل اقوى من قنبلتك الموقوته فهتعملي ايه يا كتكوته. بيفوق ريوتا وبيشوف داتي مش عارف يتخلص من الباراشوت اللي لازق في الشنطه، بيرمي اودا عليه قنبله مسمومه فبيسيب داتي الشنطه بعد ما زرع فيها قنبله تفك الباراشوت عن الشنطه، وبيقول لريوتا يلحقها فبيجري وراها يلحقها على اخر لحظه. بيجري اودا وراه يلحقه وبيتحاصر ريوتا بقنابل ناريه من عدو تاني مشترك مع كيرا. بيهاجم اودا ريوتا وبياخد منه الشنطه وبينط في البحر، فبينط ريوتا وراه يلحقه. من ناحيه تانيه بتهاجم كينوشيتا هيموكو وبتكتفها وبتحاول تخنقها، لكن بتقاوم هيموكو الموت لاول مره وهي بتفكر في ريوتا وانها عشانه هتعيش مبسوطه، وبتفك من قفش كينوشيتا وبترميها، فبتمسك كينوشيتا عصايتها لكن بتكهربها هيموكو في قلبها، بس شحن الصاعق بيقل فما بتتاثرش كينوشيتا، وبتمسك دماغ هيموكو تفلقها نصين، لكن بيلاحظوا قنبله داتي على بعدين فبيجروا هما الاثنين. بيقرب داتي من هيموكو اللي كان نفسه تموت عشان ياخد بلورتها، بس بيعمل نفسه بيطمن عليها وانه انقذها. بتفكر هيموكو المجنون ده كان هيقتلنا احنا الاثنين وعامل لي فيها بطل منقذ ببجاحه اهله. بتشكره على انقاذه وبتفكر ان مفيش حد جدير بالثقه الا ريوتا اللي بيطلع من البحر وبيستخبى ورا الصخور اما يلاقي صاحب القنبله الناريه جه وبيقرب من شنطه الاكل وهو مطمن، بس بيفجروا اودا في لحظتها وبياخد بلورته والشنط. بيهددوا ريوتا من وراه انه يسيب كل اللي معاه حتى البلورات على الارض. بيطيعوا اودا بشكل غريب وبيقول له استسلمت وبيبعد عن الشنط والقنابل. بيحس ريوتا بحاجه مش مظبوطه وبيقول له وريني ايدك، وبيفكر انه اكيد معاه قنابل للتحكم عن بعد، بس بيلاقي ايده فاضيه فبيامن، واول ما بيقرب من الشنط بيدوس اودا باسنانه وبتنفجر القنابل اللي زرعها، وبيستخدم الرادار بس بيتصدم بريوتا بيقول له عاش يا ابو الاوباش. بيكون ريوتا مثل انه بيقرب من الشنط، لكن في الحقيقه هو مشي من جنبها لانه متاكد من ان في فخ حواليها، وبيرمي قنبلته على اودا بس بيفضل عايش وبياخد القنبله الناريه بتاعه اللي قتله ويرميها على ريوتا اللي بيهرب منه في البحر تاني. بياخد اودا الشنط وبيساله هو انت ريوتا؟ بيستغرب ريوتا وبيقول له ازاي تعرفني؟ بس بيمشي اودا وبيسيبه. بيضحك كيرا على اللي حصل وبيقول لريوتا انا اخدت القنابل بتاعتي اللي وقعت منك وانت في الاساس ما عرفتش تستخدمها لاني ما متش. بيمشي كيرا وبيقع ريوتا من التعب وبتلحقه هيموكو وبيشتموا داتي من جواه عشان ما عرفش يجيب لهم الاكل. بيرجع ريوتا للمبنى وهو بيفكر ازاي اودا يعرفه، وبيسترجع ذكرياته مع طالب كان يعرفه واسمه اودا وكان شاطر في كل حاجه بيعملها ومحبوب بين الناس، وكان دايما بيقرب من ريوتا لان اللي بيجمعهم ان امهاتهم كانوا سناجل زي بعض. حس ريوتا انه يقدر يبقى على طبيعته مع اودا فكان بيصارحه بكل حاجه حتى عن مشاعره لإيكو
اللي بيحبها. بيقول له اودا لا تروح تقول لها بحبك وتخليها جنبك، امتى هتثق في نفسك وتبطل تجلد ذاتك وتطلب من امها تبقى حماتك؟ الفرق بيني وبينك اني بهاجم وانت بتدافع، فخليك مستني بالمدافع. وبيكتشف ريوتا بعد فتره ان ايكو واودا بيتواعدوا، فبيروح يتخانق معاه. بيحلف له اودا ان هي اللي اعترفت له بحبها فقبل بيها. بيغضب ريوتا وبينزل ضرب في اودا لحد ما بيجي المدرسين يوقفوه وبيتوقفوا بشكل مؤقت من المدرسه. وبعد التخرج بيأسس اودا ناديه وبيشتغل فيه كمضيف. بيشكر ريوتا داتي انه شاركهم بشنطه اكله، فبيشتموا داتي من جواه بس بيقول له بكره نبقى نلحق شنطه. بيساله ريوتا عرفت منين ان في شنطه تترمي بكره؟ بيلعن داتي غبائه وانه المفروض ما يبينش انه لعبها قبل كده، فبيرد انه كان بيسمع صوت الطياره ال3 ايام اللي فاتوا فاكيد هتيجي بكره كمان. بيحاول ريوتا ياكل تايرا اللي بيقول له لا نفسي مسدوده، فبيكشف داتي عليه وبيقول لهم ان سم السحالي بينتشر في جسمه ولازم نلاقي له علاج فعال. بتاخد هيموكو ريوتا وبتقول له ممكن نجيب علاج من عند تشيكي. بيقول لها خلاص ناخد داتي لمكانها عشان اكيد هو عارف الادويه وانهي ينفع وانهي ما ينفعش، وبياخدوه معاهم. وفي الطريق بتقول هيموكو لريوتا انها مش بتثق في داتي وانه في الظاهر عامل فيها لطيف بس في الحقيقه هو مش سالك ومحتاج له دكتور مسالك. بيوصلوا للمبنى وبتوشوش هيموكو ريوتا انها مش عايزه حد يعرف عن وجود شيكي، فبيقول لها معاكي حق. وبيقولوا لداتي انهم لقوا ادويه هنا بس مش فاكرين فين فخلينا ندور. وبتروح هيموكو عند شيكي، اما داتي بيدخل وهو عارف الادويه فين بس بتكون كلها منتهيه الصلاحيه، فبيحط اي دواء وخلاص. وبيدي ريوتا الشنطه وهو بيقول له انا سمعت كلامك مع هيموكو وانكم مش واثقين فيا بس انا بثق فيكم ونفسي تبادلوني الثقه. بيحس ريوتا بشعور مش لطيف وبيفتكر كلام اودا زمان اما كان بيقول له انت مجرد طفل سهل يضحك عليك باي كلمتين. بيبعت ريوتا اشاره لهيموكو اللي بيلاقيها جايه جري وهي بتصرخ له يرمي الشنطه اللي اخدها من داتي لان فيها قنبله. ما بيلحقش ريوتا يستوعب كلامها وبيكون داتي فجر القنبله. بيضحك داتي انه نجح في قتل واحد وبيروح لهيموكو يسالها هي ازاي عرفت ان الشنطه فيها قنبله، وبيستعد عشان يقتلها لكن بتيجي تشيكي من وراه تغزه، فبيتصدم انها لسه عايشه وبتكون في الاساس شافت داتي وهو بيدور في الادويه وقالت لهيموكو ان ده اللي خانها وغدر بيها واكيد هيخونكم، فالحق ينقذ ريوتا لانه استخدم خدعه الشنطه دي قبل كده. بتنقذ شيكي هيموكو وبتسندها عشان يهربوا لكن بيفجر داتي قنبله كان زارعها في المكان، فبيطلعوا بره المبنى وبيهددهم داتي انه زرع كل القنابل اللي معاه في كل مكان وحافظهم ويا ريت يحضروا نفسهم عشان يقابلوا ربهم. بترمي شيكي قنبله عليه وبتقول له اسلك وخليك نظيف بدل ما كل شويه حد يرميك يا ضميرك كفيف، وبتقرب منه عشان ترمي القنبله بس بيهرب داتي وبيخليها تجري في حته معينه وبيفجر قنبله، فبتقع شيكي بقنبلتها اللي بتتفجر هي كمان. بتعيط هيموكو انهم ماتوا وبتندم انها ما اعترفتش لريوتا ان هي هيموكو الحقيقيه، وبتقرر تموت بالقنبله اللي بيحدفها داتي عليها بس بيستغرب انها ما اتفجرتش وبيستخدم الرادار بيلاقي ريوتا ما ماتش. بتقول له هيموكو افتكرتك مت، بيرد انا رميت الشنطه بسرعه واستخبيت في فتحه فعشت. بيجري داتي يستخبى وبيلحقوا ريوتا فبيضحك وبيدوس على القنبله اللي تحته عشان تنفجر بس بيقول له ريوتا انا قاصد ازنقك هنا واغير مكانهم، وبتنفجر القنبله اللي جنب داتي. بتيجي هيموكو تساله هيقتله، بتوقفهم شيكي اللي بتطلع عايشه وبتقول لهم سيبوا لي الخنزير ده هضربه بالجنزير. بيعتذر لها داتي وهو بيستعطفها وبالرغم من اصرارها على قتله الا انها بتعيط وما بتقتلوش وبتعالجه. بيقول ريوتا لهيموكو انهم لازم يرجعوا وياخدوا البلورات اللي سابوها زي بلوره ايكيتشي وابو كيرا، وبيحسبوا ازاي يجمعوا 8 بحيث اول ما تيجي الطياره يستولوا عليها، بس بيروحوا يسترجعوا البلورات مش بيلاقوها. وبيحاول ريوتا يستبعد فكره ان تايرا هو اللي اخدهم، وبيروح هو وهيموكو لمكان تايرا، واول ما بيطلع السلم بيلاقي قنبله من قنابل تايرا رايحه ناحيتهم. بيهلوس تايرا من خوفه وبيترعب من فكره انهم اتخلوا عنه عشان مريض، وبيتهيأ له انه سمع صوت ابنه، فبيخرج وبيشوف صوره ابنه ومراته في الضباب وبيقول لهم هرجع لكم استنوني انا بس معيش بلورات كفايه. بتقول له مراته معاك بلورات كفايه بس مش راضي تاخدهم، فبيفكر تايرا انه معاه بلورتين زائد بلورته وناقصه ال3 بلورات اللي مع ريوتا، وكده هيبقى له بلورتين ريوتا وهيموكو اللي بييجوا يدوروا على تايرا. فبيلاقوا قنبلته جايه ناحيه ريوتا اللي بيهرب منها وبيمسك العصايه يوقفها بيها، بس بيرمي تايرا قنبله تانية وبيضربها ريوتا وبتفجرها الضربه فبيتصاب في رجله. وبيتعيط هيموكو عليه وهي بتتساءل ليه تايرا خانهم، وبتفتكر كلام تشيكي اللي قالت لها اول ما يجمعوا ال6 بلورات هيظهروا على حقيقتهم. بيستخدم ريوتا الرادار بس ما بيظهرش مكان تايرا، وبيتساءل هل خوف تايرا هو اللي خلاه يخونهم وما اهتموش بمشاعره. وبيفتكر ماضيه اما ابوه كان مشغول دايما بشغله ومش بيهتم بيه ولا بامه اللي قررت تتطلق منه وتتجوز حد بيهتم بيها وبتحبه من غير ما تهتم لمشاعر ابنها. وبيتوصل ريوتا لانه بدون وعي عمل نفس اللي عمله معاهم وما اهتمش بخوف تايرا. بتقرب قنبله على ريوتا فبتقوم هيموكو وهي بتفكر لو دي نفس القنابل اللي في بتوم فاكيد هتعرف توقفها، وبتمسك قنبله تايرا وبتوقفها وبتقرر تحمي ريوتا اللي بيتاكد انها هيموكو الحقيقيه اللي متجوزها. بيرمي تايرا قنبله على هيموكو فبيمسكها ريوتا وبيوقفها وهو بيقول له يا تايرا انا فهمتها على الطايره، وبيجري وراه عشان يلحقه هو وهيموكو وبينادوا عليه. بيمسك تايرا اخر قنبله معاه وبيقرر يقتلهم بيها، بس بيسمع ريوتا بيعتذر له انه سابه يعاني وبيقول له يلا نرجع مع بعض لعم هاني. بيعيط تايرا وبيكتشف انه راح عند السحالي فبيقبل من مصيره ونهايته وبيفجر اخر قنبله وبيموت. بيعيط ريوتا عليه وهو ندمان وحاسس بالذنب وبيساله ليه قررت تموت، مش
وعدنا بعض اننا هنخرج من هنا مع بعض، وبيقعد مع هيموكو وهو مكتئب وبيلوم نفسه على اللي حصل لتايرا. بتقول له هيموكو هتقدر تخرج من هنا، وبتوريه البلورات اللي كانت مع تايرا، وبتقول له مع ال3 بلورات اللي معاك والبلوره بتاعتي هيبقى معاك 7، والثامنه هي بلورتك الاصليه، فاقتلني وخد بلورتي. انا ماليش مكان ارجع له او انتمي ليه، انت الوحيد اللي انقذتني وحسستني بقيمتي حتى لو كان في عالم افتراضي، بس ده بالنسبه لي كان العالم الحقيقي. بيهزها ريوتا وبيقول لها انا مش نادل لدرجه اني اضحي بيكي، مش هتخلى عنك ولا في العالم الافتراضي ولا الحقيقي، لاني عارف انك هيموكو الحقيقيه. بتعيط هيموكو من التاثر بكلامه ولطفه، وبيظهر خيال اودا اللي بيعاير ريوتا انه ما بياخدش الخطوه الاولى، فبيزعق له ريوتا وبيقول له انا فهمت خلاص اني مش محور الكون، والمفروض ابطل اقلل من اللي حواليا واحتقرهم زي ما كنت بعمل زمان، ولو كنت فهمت ده في الماضي كان زمان علاقتي باهلي اتحسنت وكنت انقذت تايرا كمان. بتساله هيموكو لو في مشكله، يعتذر لها وبيوعدها اما يخرجوا من الجزيره هيرتبطوا رسميا، فبتفرح هيموكو وبتحضنه. من ناحيه تانية بيبعت تاكانو هاتشي طياره للجزيره عشان تصلح الاعطال الميكانيكيه اللي حصلت فجاه. وهنا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. لو عجبك الانمي ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه، وقول لنا في الكومنتس ايه الانمي اللي تحب تشوفه بعد كده.